العالمي الحروني عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد والمنسق الوطني لتيار اليسار الجديد المتجدد، استلهاما لروح القائد المرجعي لنا في التيار اللي هو القائد محمد بن سعيد الدر عليه الرحمه، وايضا لمنظر الحزب وملهمنا الفقيد الشهيد عبد السلام المدن، وايضا وترحما ايضا على الشاب خالد الشجاعي احد المعتقلين اللي دافعوا على حراك الريف وهنا في التماره، وتعتقل هو ورفيق اخر العربي محمد. إذا استلهاما لارواح هؤلاء المناضلين، وإحنا في الحزب الاشتراكي الموحد أيضا نستلهم الأرضية الفكرية والسياسية والتنظيمية لليسار الجديد الذي يجب أن يتجدد، أن يتأقلم، وأن يستلهم الأشكال التنظيمية والفكرية والممارسة السياسية والإبداع ديال الحراك الريف. وإحنا في هذا الصدد أعددنا كتابا يعني جامعا ديال الحراك الشعبي للريف كمدرسة للنضال الشعبي الديمقراطي. هذا صادر من أسبوع رقمي، أسبوع كامل 7 ندوات شارك فيه عدة مناضلات ومناضلون، وعلى رأسهم القيادة بالحراك الريف، النشطاء والعائلات. وبالمناسبة كنترحم على السي أحمد الزفزافي وليد نصر، وعلى الأمهات اللي توفاو، والدات الحكي وليد الحكي وأخا الأمهات اللي توفاو، ونعتز بصمود العائلات، نعتز بصمود المناضلة زليخة والدة نصر، ونعتز بصمود المناضلة المكافحة رحيمو والدة جلول، ونعتز أيضا بصمود وبالوعي الثاقب للمناضلة عليا والدة حمجيق، وبكل الأمهات والأخوات اللي صمدوا لمدة طويلة على تيدافعوا على المعتقلين ولادهم اللي في السجن، اللي هما ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيلة حمجيق ومحمد الحاكي وسمير غيد وزكريا أدهشور. هؤلاء المناضلين اللي تردموا في السجن لعشرات 20 سنة 20 15 إلى آخره، ما داروش علاش غادي يتشدوا بهذه الدرجة ديال الحقد ديال الانتقام من المناضلين البسطاء وطيبين اللي داروا ملف مطلبي. كان يمكن يكون الحوار مباشرة حقيقي من اللي كيحكموا، ماشي من الفاسدين، يديروا معهم حوار ويحلوا المشاكل. ما دارش هذا الشيء، بل اختلقوا بعض الامور اختلاقا باش يرميوهم في السجن. ما كايناش لا محاكمات عادله ولا شيء. انطلاقا من هذا الشيء كامل، وحنا دائما بجانب ومنحازين للحراكات الشعبيه، وعلى راس حراك الريف وحراك جيل زد وغيره من الحراكات الشعبيه في اميدار، يعني من اميدار وجبد الجيل زاد، الاساتذه الفروض التعاقد، وكل هذا الحراك الشعبي اللي كنعتبروه مدرسه لنا في النضال، في الممارسه السياسيه، وفي الضغط الاجتماعي السلمي، وفي الاعتدال ايضا. ودائما كنقولوا ان حراك الريف معتدل خلافا لما يقوله البعض، لانهم دائما مطالبهم معتدله مقبوله مشروعه عادله، وهذا الشيء فيه الاجماع ديال المغاربه. قيادة الحراك الريف من سجن طنجة 2
تقود حق أسبوعا لدعم المعتقلين السياسيين في المغرب، سواء هما الستة أو المعتقلين السياسيين الآخرين وهم كثر، ومعتقلي الرأي، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ومعتقلي حرية التعبير وحرية الرأي. وحنا في تيار اليسار الجديد المتجدد ننخرط بتلقائية في هذه المبادرة. تبقى حراك الريف والقيادة ديالو ما تقدرش شي حد خصها هي تقود من السجن عن طريق العائلات، واللي ساهموا وقرروا حنا تلقائيا غادي نمشيو فيه. حنا عارفين وتنحييو الوحدة والصمود ديال هاد الستة المعتقلين اللي رغم القهر ورغم المحاكمات الانتقامية ما بغاوش السلطة الدولة تستمع للرأي العام، تستمع لعدة مبادرات. وانا كنذكر رفيق بن سعيد اللي كان دار مبادرة، كان كتب رسالة ولكن دار مبادرة عن طريق مجموعة من الناس الحمودي والنويضي، هادشي كتبو النويضي، باش يديروا وساطة ما بين رئيس البلاد والمعتقلين ديال حراك الريف، لكن للأسف تم رفض هذه المبادرة من عبد الرحمن اليوسفي. إذا حنا مع حراك الريف، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعهم، سعيد العلمي، ورفع اليد على المناضلين الآخرين المدونين والصحفيين اللي مازالين خرجوا ومازال متابعين، مازال المضايقات مستمرة عليهم، منهم المهداوي، منهم بوعشرين، منهم سليمان الرسولي، منهم عمر الراضي، منهم ستيتو، منهم عدة مناضلين ومناضلين آخرين. هنا في تمارا اعتقل حسن الداودي هكاك رماه 6 شهور، ضربوه 6 شهور بالزربة، دفنوه في السجن. سعيد العلمي اللي كيفما كان الحال عندها حنجرة فقط باش تمشي لهذا الشكل تاع السجن ويضرب عليه الطعام حسب ما سمعنا، واخرين كثر. اذا حنا المصالحه مع الريف تبدا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين للريف، وتبدا ايضا برد الاعتبار لهم لانهم ظلموا، وتبدا ايضا ثالثا بتلبيه المطالب العادله والمشروعه ديال الحراك الريف اللي حنا معها، وهي راه نفس المطالب في جميع مناطق المغرب. وايضا المعتقلين ديال الزلزال اللي كيطالبوا بالتعليم العمومي وكيطالبوا بالصحه العموميه وكيطالبوا بمحاربه الفساد، 3 نقط مترابطه. كنطالبوا يطلقوا الناس من السجن، وكنطالبوا ايضا باطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين، المعتقلين بما فيهم الاسلاميين اللي في السجن، يرفعوا اليد على المناضلين وتطلقوا الناس كبدايه لانفتاح سياسي ولمصالحه ليس فقط مع الريف والجهات المهمشه بل ايضا مع الشعب المغربي. الحريه للمغرب للوطن، والحريه للمعتقلين السياسيين. وتحيه نضاليه عاليه للمناضلين في سجن طنجه جوج ولكافه المناضلات والمناضلين القابعين في السجون.